الصاحب ساحب. فركز كويس جدا وانت بتختار صاحبك، وعلشان كده النهارده هعرفك ازاي تختار صاحبك صح، وكمان هنعرف مع بعض امتى تحكم على شخص معين وتقول عليه صاحبك واخوك وحبيبك. فتابع معايا للنهاية لعلك تستفيد. من يومين كده جات لي رسالة على الواتساب نصها كالتالي: انا بقالي فترة حاسس ان انا ما بتقدمش، بالعكس انا بتأخر، وكل ما بحط خطة علشان اطور بيها من نفسي ما بقدرش اكملها. وغير كده كمان انا ليا ناس صحابي بيتريقوا عليا دايما لما بتكلم معاهم او اقول لهم على حاجة انا نفسي فيها، والموضوع ده مسبب لي اذى نفسي ومخليني دايما حاسس بيأس ومش عارف اعمل ايه. طيب مبدئيا كده يا صديقي، انت كل مشكلتك انك فاهم الدايرة المحيطة بيك غلط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بكل بساطة سبب تأخرك ويأسك وإحساسك بعدم الرضا والعجز هو أشباه المحبين اللي بتقول عليهم صحابك، علشان اللي بيتريق أو بيسف عليك ما ينفعش تقول عليه صاحبك، اللي بيسحبك لطريق غير طريق ربك وبيبعدك عن الخير ما ينفعش تقول عليه صاحبك، واللي دايما بيقلل من ثقتك في نفسك وبيحبطك وبيكسر مقاديفك ما ينفعش تقول عليه صاحبك. وكمان لازم تعرف ان مش كل اللي قالك كلمتين مدح ينفع يكون صاحب، ومش كل اللي وقف جنبك في موقف معين سواء في فرح او في حزن ينفع يكون صاحب، ولا كل اللي بتحبه وبتحترمه ينفع يكون صاحب. طيب امال بقى مين اللي ينفع يكون صاحب؟ انا اقول لك. اولا انسى مقولة الصاحب بيبان معدنه وقت الشدة، علشان احنا بقينا في زمن الترندات، ولو اتعرضت لاي موقف في حياتك هتلاقي كتير جدا من اللي حواليك بيخرجوا احمد السقا اللي جواهم، وده مش وحش وفي نفس الوقت مش احسن حاجة، علشان 90% من اللي بيقف جنبك في الوقت الحالي في اي موقف بتمر بيه بيكون عمل كده علشان ياخد اللقطة وبس. وللاسف النوع ده من الناس مع اول تاتش بينك وبينه هيعايرك بوقفته جنبك مهما كان بقى مبين انه حبيبك، وطبعا حضرتك مش هتنجم علشان تعرف الفرق بين الصادق والمنافق. وعلشان كده ما انصحكش تخلي تقييمك لاصحابك من خلال المواقف بس، سواء مواقفهم معاك في الافراح او في الاحزان، والاصح انك تقيمهم او تفرز وجودهم وقت تقدمك او نجاحك في اي شيء انت بتحبه، علشان صاحبك اللي بيحبك هيحب لك الخير وهيعز عليه انه يشوفك فاشل، زي ما هيعز عليه يشوفك بتعمل حاجة غلط تقلل من قيمتك قدام غيرك. صاحبك اللي بيحبك بجد مستحيل هيحقد عليك، بالعكس والله هتلاقيه دايما بيشجعك انك تتقدم وتبقى احسن، هتلاقيه دايما بيتمثل في نفسك اللوامة، اللي هو يلا نصلي يلا نذاكر يلا نروح نساعد فلان ده في كذا، وهتلاقيه دايما خايف عليك وعلى مصلحتك، ووقت ما تكون عاوز تعمل حاجة مفيدة هتلاقيه هو اول واحد واقف في ظهرك وبيدعمك بكل الطرق المتاحة ليه، زي ما هتلاقيه بيحافظ على وقتك وخصوصياتك، وهتلاقي نفسك بتتعامل معاه بدون اي تكليف. صاحبك الحقيقي هو مرايتك اللي هيظهر لك عيوبك بينك وبينه علشان تبدأ تعدلها، وهيجي قدام الناس ويظهر مميزاتك ويخفي عيوبك عنهم علشان تزيد في نظرهم وقيمتك تعلى قدامهم. وهو ده بقى الشخص اللي فعلا يستاهل يتقال عليه صاحب واخ وحبيب ورفيق الدرب كمان. فلو عندك صاحب زي كده حافظ عليه، اما بقى لو ما عندكش فخليك انت الصاحب ده، وخليك فاكر دايما ان الدايره المحيطه بيك بتاثر على شخصيتك بنسبه 90%. يعني لو عندك 4 اصحاب من اللي هم بقى بتوع المخدرات والمعاكسات وغيره انت هتكون خامسهم، ولو عندك 4 اصحاب بيفكروا ازاي يقربوا من ربنا ويطوروا من نفسهم وازاي ينجحوا في حياتهم فانت برضه هتكون خامسهم. فبكل بساطه شوف انت عاوز تبقى ايه ودور على اللي شبهك وقرب منهم وتعامل معاهم، ولو اللي شبهك او اللي انت نفسك تبقى شبههم مش موجودين في دايرتك الاجتماعية فاسمح لي اقول لك ان السوشيال ميديا في الوقت الحالي سهلت عليا وعليك الموضوع ده بشكل كبير جدا. ممكن تشوف او تدور على اللي انت نفسك تكون شبههم على السوشيال ميديا وتابعهم واقرأ لهم، وصدقني مع الوقت هتتأثر بيهم وبأفكارهم. فحاول تختار الصديق قبل الطريق، علشان صاحبك يا صديقي حاجة من اتنين: يا اما هيتأثر بيك يا اما هتتأثر بيه، وعلشان كده اختار صاحب وقت الشدة يكون جنبك، وقت الفرح يكون جنبك، ووقت النجاح يدعمك ويفرح لك. صاحب يساعدك تقرب من ربك سبحانه وتعالى ويخليك تذاكر ويخليك تغير من طريقتك واخلاقك. وفي النهاية بقى احب اقول لك لو صحابك ما عندهمش مقياس الحلال والحرام فانت ابعد عنهم فورا والحق نفسك، علشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يخزيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والحديث ده الرسول صلى الله عليه وسلم شبه فيه الصاحب الكويس اللي دايما بيساعدك تقرب من ربنا وبيساعدك على فعل الخير وبيشجعك دايما على الحاجات الكويسة ببياع العطور،
اللي هو يا إما هيدّي لك إزازة عطر هدية، يا إما هتشتري منه، يا إما أضعف الإيمان خالص هتشم منه ريحة كويسة. على عكس صديق السوء اللي هو اللي بيبعدك عن طريق ربنا سبحانه وتعالى، وكل ما يشوكوا مع بعض في طرق غلط وبيشجعك على المعاصي والذنوب. الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه في الحديث بنافخ الكير، والكير هي الآلة اللي كانوا بيستخدموها زمان علشان ينفخوا بيها على النار فتسيح الحديد. فالرسول صلى الله عليه وسلم شبه الصديق السوء بنافخ الكير. فكون ان انت هتمشي مع صديق سوء في اي سكه تغضب ربنا سبحانه وتعالى، يا اما هتقع معاه في مشاكل، يا إما هتشم منه ريحة كويسة، يعني سُمعتك بين الناس هتبقى مش لذيذة خالص. وربك سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: "الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوٌ إلا المتقين." وده معناه إن الأصدقاء يوم القيامة قدّام ربنا سبحانه وتعالى هيكونوا أعداء لبعض، اللي هو أنا ما مشيتش وراك، اللي هو أنا ما ليش دعوة بيك، أنا ما ضربتكش على إيدك علشان تعمل كده. اللي هم اللي دايمًا كانوا في حياتهم بيمشوا فيما يغضب الله، ودايمًا بيتكلموا بيجيبوا في سيرة ده وبيشتموا ده وبيعملوا كذا وبيعملوا كذا. وبُعاد كل البُعد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. بس دول مين؟ اللي هم أصدقاء السوء. ربنا قال في الآية برضه: إلا المتقين. مين هم المتقين؟ اللي دايمًا بيعملوا الخير، اللي بيصلّوا، اللي بيشجعوا بعض على أفعال الخير دايمًا، اللي ما بيجيبوش في سيرة حد غيبة ونميمة، اللي ما بيعملوش أي حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى، وبيشجعوا دايمًا بعض على فعل الخير. فدُولة ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم: إلا المتقين، وهم دول المتقين. وطبعًا كل دي أوامر واضحة وصريحة من ربك سبحانه وتعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، على إنك ما تستهونش بالصحبة الصالحة، لأنها هتكون سبب سعادتك في الدنيا وسبب نجاتك وفوزك بصحبتهم يوم القيامة. ودي بقى يا صديقي كانت وجهة نظري في الموضوع ده من خلال بعض التجارب اللي أنا مريت بيها في حياتي. اللي تشوفه صح وهيفيدك خده، واللي تشوفه العكس سيبه لي. وبس كده، أتمنى أكون قدرت أفيدك. شكرًا ليكم، كان معكم عبد الله شرف.